المقارنات دي حاجة بتقتل البني آدم اللي بيقارن نفسه مع ناس تانية. لما بتقارن نفسك بالآخرين انت بتخسر احترامك لنفسك وانت مش حاسس، وبتقلل إمكانياتك لنفسك وانت برضو مش حاسس. كل ده انت اللي بتديه لعقلك، وانت اللي مقرر انك تقلل من إمكانياتك. خلوني أعرفكم بنفسي للناس اللي مش عارفاني. أنا اسمي حازم مصطفى، أنا شغال في شركة ميت لايف لو تسمعوا عنها. والحقيقة I'm very proud to be one of MetLife team. بميل ليها عاطفيا لأن الشركة دي بصراحة يعني تقدر تقول إن هما بيطبقوا معادلة صعبة قوي: الاحترام والتقدير قبل الاحترافية. ناهيك إن كده كده الاحترافية طبعا موجودة. أنا كمان كو فاوندر لايف سيزون، كمان عندي برايفت بزنس يعني تريدنج اونلاين بزنس، بنشتري وبنبيع والامور طيبه الحمد لله. دور على نفسك، شوف انت شاطر في ايه. انت شاطر في حاجه ابتدي طور منها، يوم بعد يوم هتوصل لليفل ان انت بقيت اشطر واحد. سبب نجاحك انك كنت فايتر او حد مقاتل، ما بتستسلمش ابدا وبتكمل تجاه اهدافك. لكن هنلف ونروح ونيجي ونلاقي ان اللي اداك السبب ده او القدره لده هو برضه ربنا. فكل حاجه اتسجلت في تاريخك او هتتسجل في تاريخك هي بتوفيق ربنا ليك بس. علشان كده this is the essential part of the productivity mindset and all of us have to faith in it. من الآخر كلنا لازم يكون عندنا الإيمان الكامل إن كل حاجة في حياتنا هي بتوفيق ربنا ليك.